تمتلك حساب ديني ولا يوجد عندك متابعين؟ تنشر آيات من كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يوجد عندك تفاعل؟ طيب هل تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو إلى الله تبارك وتعالى 6 سنوات ولم معه إلا 40 رجلا؟ تخيل معي أنت هذا الأمر، تخيل أنك تنشر في الليل والنهار وتتعب وتجتهد وتعمل على هذا الأمر، وبعد 6 سنوات لا يوجد عندك إلا 40 متابع. فنصيحتي للإخوة الدعاة وكل من ينشر مقاطع دينية، مواعظ، آيات، أحاديث، أخلص النية لله تبارك وتعالى. لا تجعل همك الوحيد الشهرة وحب المشاهدات وحب المتابعين. ورسالتي للإخوة المشاهدين: يا إخوة، أنتم عندما ترون مقاطع دينية، مقاطع دعوية، حاولوا بمشاركة هذه الفيديوهات، انشروا هذا الخير، والله أنتم شركاء لنا في هذا الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله. فنسأل الله عز وجل أن ينفع بكم، وانشروا هذا المقطع. والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.